النهارده بما انه اخر يوم للفاينلز فقررت ان انا اوثق اليوم. بس انا كنتش عاوزه اوثقه يعني علشان خاطر مثلا يبقى فلوج لليوتيوب وكده. في الحقيقه انا كنت عاوزه اخليه يبقى توثيق لي فيما بعد، يعني اتخرج باذن الله ويبقى عندي normal life after graduation، وعاوزه مثلا استرجع الذكريات، افتح اليوتيوب واشوف اليوم بتاع اخر يوم امتحان ده انا عملت فيه ايه. عندي شويه خطط عايزه اعملها. اول حاجه عاوزه اوثق اللحظه، ده اول حاجه. تاني حاجه عايزه احل كويس في الامتحان، hopefully ان انا احل كويس في الامتحان. for the record الماده دي اصلا يعني دي الماده اللي انا خايفه منها من شهر 11، وجت يعني كنت اقول مش هتيجي بس هي الحقيقه جت. عايزه بجد ما انساش ان انا اخد البيبر وركس بتاعه الجراديويشن بروجكت، عايزه استلمها النهارده، hopefully ان انا ما انساش يعني قبل امبارح، عشان الماده دي كان قبلها يوم واحد بس كنت مطبقه، واعتقد الدفعه بتاعتي كلها مطبقه، وكمان عاوزه اصور مع الدفعه تبقى اخر صوره. فكره ان انا اتخرج السنه دي اصلا يعني بجد تقيله على قلبي قوي، عشان انا اللي هتخرج السنه دي. دلوقتي كل اللي انا هعمله ان انا دلوقتي انا هعمل ميك اب على السريع كده معاكم. هما كلهم في الكليه لابسين هوديز بيضه اللي هي بتاعه التخرج، اللي هو الميرش بتاع التخرج، ولكن انا ما جبتوش عشان الماتيريال كانت وحشه جدا. دنيا if you're watching I'm sorry just stating facts وحشه. وبعدين اصلا احنا مش عندنا فان داي، الدفعه قالت مش هنعمل فان داي، الدفعه قالت مش هتعمل فان داي علشان هما مستحرمين الفكره وكده، وكمان الفكره غاليه واحنا اصلا عددنا صغير، احنا 400 فعدد صغير قوي ان احنا نعمل فان داي، والفان داي اصلا بيعملوه يعني فان داي بيعملوه للعدد الكبيره، فاعتقد مش هنعمل فان داي. فهي الهوديز او الميرش هيبقى بس للتصوير وكده. فانا يعني استحرمت الصراحه ادفع 250 جنيه في هودي الماتيريال بتاعته تعبانه ومش هستخدمه بعدين، لان هو اصلا من الباك بتاعه كله يعني كله ستيكرز عن تخرج كده، فمستحيل امشي في الشارع. حاجه بيضه بما ان الميرش اللي هما جايبينه ابيض، حط ده ايلاينر الحقيقه بس انا هتقل بيه حواجبي علشان هي كانت بايظه وكده، فبتقل عشان شكلها يكون مقبول شويه. هو اسمه شودا بيوري حوده بيوري ما علينا يعني، بنزل لكم صورته لو انتوا عاوزين، بس هو فعلا كايلاينر ممتاز ومش غالي خالص، مش فاكره بكام، مش غالي خالص. devastated علشان هنخرج من الكليه اللي احنا متنقلين ندخلها 10 سنين. العمر عدى بسرعه ولا لمحته؟ يبقوا افتكروني لو سمحتوا. زعلانه جدا لدرجه ان انا اصلا من كام يوم يعني قبل تقريبا الامتحان الاولاني يوم قعدت اعيط كتير قوي قوي قوي، لان انا صعبان عليا فكره ان انا مش هبقى طالبه تاني. انا مش من النوع الدحيح واللي بحب الدراسه وكده، بس انا بحب الاجواء، يعني انا بحب اشوف شكل الطلبه وشكل الدكاتره، ونقعد بقى نلم مع الدكاتره ونقعد بقى ايه نذم فيهم، وده كذا وده كذا وده سايكو وده مش عارف ايه. ففكره ان انا مش هيبقى عندي الفرصه دي تاني وانا مش هيبقى عندي الحاجه دي تاني مزعلاني قوي، وان انا مش عايزه اخش حياه الكبار، لان انا حاسه ان كبرت سيكا، فحاسه ان مش مستعده ادخل حياه الكبار. هو ناشف اوريدي فاحط ليب جلاس. yeah like that oh baby yeah. بس يا جماعه هو ده كان الميك اب بتاع النهارده، فهقعد اراجع شويه وبعد كده هبدا ان انا اوثق اللحظه، فهوبفولي ان الفلوج ينجح وان هو يبقى حاجه كده ارجع لها في المستقبل كده، احس انه I'm gonna miss these days so much. اشوفكم تحت باي باي. اللي هاخدها معايا في الشنطه هاخد قلم، وبعد كده هاخد قلم رصاص، وبعد كده هاخد كوريكتور، قلم اخر، another pen، وهاخد البرفيوم القلم بتاعي ثم المسك. كل ده بيبقى في الشنطة، كل ده بيبقى في الشنطة. last but not least ruler. دول الحاجات اللي انا هاخدهم معايا في الشنطة. متنسى
دي بتاعت الكلية. هنا كنت بقى في الاسانسير وبعمل بيس ساين. هنا بقى كنت بوثق اللحظة المميزة وهي نزولي باب العمارة. ودي التاكت بتاعت المترو. ودي صاحبتي سارة، فكنت بقولها تعمل بيس ساين. يوتيوب لا شكلك امور والله، امور والله. وده الميرش اللي انا ما جبتوش وهي جابته، فشاوت اوت هير. وهنا كنت يعني بفلكس الميرش بتاعنا. هنا برضو كنت قابلت ضحى وقلت لها تعمل بيس ساين. وهنا انا وسارة بنعمل بيس ساين للمرة 50. وهنا كنا خلاص بنمشي يعني رايحين اللجنة. وده كان اول ما بنخش من باب الجامعة. هي تجارة عامة، مش ألسن، مش بتاعتي. ودي بقى اللجنة اللي احنا بنمتحن فيها، يعني احلى من حياتي حرفيا. احلى من اوضتي، احلى من بيتي اساسا. ودي كانت ايوي خالد، shout out to her لو هي بتتفرج دلوقتي. وكنت بطلب منها هي تعمل peace sign كالعادة يعني. وانا كانت بتقول كله فل. ودي ايه برضو. هنا بجد كنا لسه مخلصين امتحان وباين طبعا على وشنا التعب والسهر، وكان بجد امتحان بجد فظيع ووحش قوي. دي بقى كانت صورة الدفعة، دفعة seniors 2023. وبجد انا so grateful لكل واحد فيهم، فكل اللي اقدر اقوله لا love. هنا كانوا بيحيوا زميلنا، كان بجد بيشرح لنا المواد، وبجد الدفعة كلها كانت بتحب شرحه وكده، وانا من ضمنهم. فاحنا بجد grateful ليه جدا، وهو تعب معانا وبجد ربنا يبارك له في حياته. خلصنا امتحان والداس علينا وكل حاجه، وعايزه اعيط دلوقتي. دي سوف شيت. قولي لي مسج افتكرها بعد ما اتولد. انا بحب الكورس جدا جدا ومن اطيب الناس والله العظيم في حياتي، والله العظيم. وكالعاده يعني في اي طالب جامعي في الدنيا بعد ما يخلص امتحان بيروح ياخد تريب، فهروح اخد تريب انا واصحابي. وهنا بقى تقريبا كنا كل مكان بنختاره كانت الشمس بتيجي علينا، فغيرنا المكان بتاع 70 مرة. وده الكريب، وتقريبا يعني الكريسب ده هو يعني الفليفر الوحيد اللي انا بطلبه يعني. بس وانا طلبت ان هو يكون سبايسي، بس هو ما كانش سبايسي، ف shame on you. وهنا خلاص كنا يعني قعدنا بقى ايه يعني نعيط على الامتحان وكلنا وكل حاجة، فيعني انا الاول اللي احنا نروح. It's time to go home. بس وده كان فلوج النهاردة. انا عارفة ان هو مش كبير وكده، ف thank you for watching. وبجد اي حد كمل الفلوج للاخر انا ممتنة ليه جدا. وما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتعملوا كومنت تقولوا لي فيه ايه رأيكم عن الفلوج. وهبقى فلوج بقى كتير الفترة الجاية وكده. ف yeah bye.